دابا غادي تقولوا هذه الوصفه وحال واش مغربيه. ثقه في الوثيقه. Heute machen wir gefüllte Aubergine. 想要茄子酿肉口感鲜嫩 Une recette d'aubergine farcie. Andiamo a riempire le nostre melanzane. Die aubergine halbieren. De vulling is nu helemaal klaar, dus we gaan nu de aubergines vullen. Friggiamo le nostre melanzane. وإلا قلت لكم كاينه في هذا الكتاب فضاله الخوان في طيبات الطعام والالوان، تلقاو فيه فصل كامل العنوان ديالو فيما يعمل من الباذنجان، وهذه هي الوصفه في المخطوط الاصلي. ايوا سمعوا دابا طريقه الوصف. يؤخذ من الباذنجان الحلو الحسن الشكل، يعني بنيجيلات زوينين بحال هاد الفيديوهات هادي خصهم يتبارطاجاو. ويشق انصافا غير مقشره، ويغلى بماء وملح حتى ينضج، ويهرق ماؤه ويخوى كل نصف ويبقى محفوظ الشكل، ويعرك لحمه مع لحم مطبوخ مدقوق، يعني كفيته طيبه. وتيقول وتملأ منه الأنصاف، ويغبر بالدرمك. الدرمك دوينا عليه هو الدقيق الصافي، حنا غادي ندوزوه في البيض عاد الدقيق. وتقلى في مقلاة بزيت حتى تحمر. وتيقول وتستعمل او يصنع لها مرق، زعما الا بغيتو ديروا الدنيجلات فوق شي طويجينه اللحم. حكايتنا سالات وشهيوتنا وجدات. ايوا إلا رجعنا للكتب القدام بحال كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس أو لا فضالة الخوان ولا حتى الكتاب ديال ابن بطوطة اللي دوا فيه على الطبخ، ملي كنرجعوا لهاد الكتب ما كنلقاوش كاع المكونات اللي عندنا دابا، وخاصة في الخضر والتوابل. مثلا ما تلقاوش مطيشة، حيت مطيشة الموطن الأصلي ديالها هو أمريكا الجنوبية، وفي الوقت فاش تكتبوا هاد الكتب مازال ما تكتشفتش أمريكا، ولكن في هاد الكتب تلقاو وصفات بخضر أخرى بحال الدنجال. اش بان لكم نوجدوا شي شهوه بالدنجال؟ ناخذوا 2 دنجالات نغسلوهم مزيان، ما تلوحوش الماء، سقيو به المحبقات ونقسموه على 2 بالطول، نخويوهم ونقطعوا داك الشيء اللي خوينا طريفات صغار. في المقله نديروا زويته، نزيدوا طريفات ديال الدنجال، بصله مشلضه، البزار والملحه، كفيته، ونحركوا شويه. ونزيدوا الجبن على الخليط. إلا بقى الدنجال مده طويله في الهواء عادي انه يكحل. نعمروا الطراف ديال الدنجال بالخليط وندخلوه للفران 40 دقيقه. وشهيوتنا وجداد، جربوها فهي طيبة عجيبة.